السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي تحديات المطبخ مع آية. وصفتنا النهاردة السمك المكريل. تعالي بقى أقولك ازاي تنقيه وتعرفي تشتريه وازاي تنضفيه وازاي تعمليه بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل السمك بتاعنا، هنتكلم عنه دلوقتي واحنا بننضفه، بس هقول المكونات على طول كده. غسلة كزبرة خضراء وشبت وليمون شرايح مقطعاه، ومقطعة فلفل رومي او مكبب، جزراية شرايح، بصلاية جوانح، ومعايا توم مفروم وفلفل هريسة شطة مفروم مع قرن احمر وخل وزيت، ومقطعة بطاطستين كده مش تخان قوي، شرايح رقيقة شوية عشان هنعمل الصينية دي، هنعمل السمك بالبطاطس والخضار اللي قدامنا. دلوقتي بقى هنتكلم عن السمك واحنا بننضفه. زي ما انتي شايفة كده بطن السمكة وظهر السمكة لونها عامل ازاي، بطنها بيضة او فضي فاتح قوي، وظهر السمكة كده بيلمع قدامك، ومخططة اللون الجراي اللي انت شايفاه ده. كمان عين السمكة المكريل اللي هي الروسي الأصلي دي، لونها أو عينيها بتكون صغيرة. طبعا السمك دوت في منه الأصلي وفي منه الصيني وفي منه سمك تاني في السوق شبهه شوية. يعني في ناس طبعا بيبيعوا على انه ماكريل، لكن هو مش ماكريل. هو شبهه بس مش نفس اللون، اسمه شك الزور بس مش هو نفس السمك دوت. ولا طعم ولا طبعا قيمة غذائية. الماكريل الروسي الأصلي اللي هو السمكة اللي أنا بنضفها دي بتكون فيها طبعا قيمة غذائية اللي هي الأوميجا 3. بعد ما بتستوي اللحم بتاعها بيكون لونه أبيض فاتح. فأعرفه ازاي؟ أعرفه من التخطيطة اللي في الظهر ديت، تمام، والبطن بتاعته والعين بتاعته صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. بقصقص بس الديل كده، اقصره شوية واشيل الزعانف، واشيل اي زعنفة كده في اي جنب، وهبتدي اشيل الراس خالص. بعد كده بقى هفتح البطن وانضفه زي ما انتوا شفتوا كده. بنزله بالمعلقة، بنزل كل الحاجات اللي فيه، وبعد كده هاخده على الحوض هشطفه كويس، وبعد ما اشطفه هديله شطفة تانية كده بمية وملح. وبعد كده بحطه في طبق من غير مية خالص، وبعصر عليه ليمونة عشان هو بينزل ميته، وهبتدي انا ارمي المية دي، وابتدي بقى ايه اسيبه بس يعني يتصفى كده شوية عشان ابتدي يعني نبتدي نشتغل بقى ونعمل التتبيلة بتاعته. طبعا عذرا على المنظر، بس انا حبيت اجيب طريقة التنظيف بالتفصيل كده، علشان اي بنوتة لسه يعني صغيرة وعاوزة تعمل الحاجة من اولها لاخرها، يبقى الفيديو موضح كل حاجة من اولها، من اول طريقة تنظيفه لحد طريقة عمايله ان شاء الله. بوريكم كده ان انا شلت اي خيوط واي حاجة بالمعلقة كده من الجوانب، واديني اهو غسلته كويس على الحنفية. وهنا هعصر عليه نص ليمونة بس، عشان انا يعني بحب دايما الليمون بيدي ريحة كده للسمك، فهعصر عليه كده شوية، وبعد كده هسيبه ينزل ميته عبال ما نتبل مع بعض الخضار. انا معايا هنا توم مفروم، والفلفل الاحمر ده منه هريسة شطة باردة، ومنه فلفل احمر مفروم حامي يعني. حطيت عليه كمون وكزبرة، وحطيت حوالي نص معلقة كبيرة بابريكا بس عشان اللون. لكن لو مش متواجدة عندك ما تحطيهاش. هو اهم حاجة الكمون والكزبرة والملح والزيت ده، حوالي اكتر من نص كوباية، بس احنا طبعا انا يعني هستخدم نصها هنا والنص التاني مع البطاطس والخضار لما نتبلهم مع بعض. وحطيت الخل ده حوالي 4 معالق، خدت 3 معالق بالظبط خل حطيتهم على التتبيلة دي. وهعصر طبعا ليمون دلوقتي. انا مقطعه شرايح ليمون كتير. انا هنا كان في مية في الطبق فصفيته كويس، يعني نزلت المية اللي في الطبق كويس وبدأت اشرحه كده. طبعا هبتدي اشرحه من البطن ومن الظهر بنفس الشكل ده. تمام. انا طبعا هحشي كل الحاجات دي ليمون. في شرايح ليمون اهي متقطعه هحشيها جوه السمكه وفي الايه وفي الفتحات دي كلها.
الليمون ادى هنا للصينية طعم ومزازة جميلة جدا. شكل الخلطة جبار، كان طعمها فظيع يعني. طبعا حشيت هنا السمك بالتتبيلة. التتبيلة دي مميزة قوي في السمك، انا كمان بحب احط كرفس. حصل خير يعني نسيته. هنا بقى هتبل كل جزء في السمكة كويس قوي. هدهنها وهحط زيت طبعا، شوية زيت كده يعني للمعة بس كده. وهنا بعد ما تبلت السمك بالتتبيلة الجبارة دي، ركنت بس السمك حوالي 10 دقايق، ما ركنتوش كتير يعني. انا بحب السمك المكريل ده بطريقتين، بالطريقة دي اللي انا بعملها، وبحب اكله بطريقة تانية اللي هي الزيت والليمون. هنا عندي هجيب طاجن بقى، والبطاطس هنا مش تخينة، شرايح البطاطس رقيقة او يعني سمكها وسط. هنزل عليها بالبصل الجوانح، وهنزل عليها كان باقي توابل في الطبق كده، ملح وكمون. هنزل بقى بشوية كمون كمان وشوية ملح، لان البطاطس بتشرب الملح. فهنزل بشوية ملح كده وكمون، وهبتدي بقى ادعك البصل مع البطاطس عشان يدوني تيست حلو كده. وطبعا التتبيله اللي انا عاملاها دي انا هنزل بيها دلوقتي على كل الخضار، وهي طبعا متملحه، بس البطاطس يعني بتمتص الملح، فلازم نملح البطاطس برضو لوحدها عشان كميه الخضار كبيره. هنزل هنا ده حوالي قرنين فلفل رومي او مكبب، وجزرايه شرايح برضو رقيقه، شرايح الجزر رقيقه، عاملاها رقيقه، بس ايه، ما حبيتش بقى اجيب تفصيله التقطيع بس عشان وقت الفيديو. هنا هنزل ببقيه التتبيله، وهبتدي بقى ادلك كل الخضار ده كده في بعضه عشان يتطعم من بعضه. وطبعا شوية زيت كده اللي كانوا باقيين معايا، ومعلقة الخل بس علشان اطعم كل الخضار من نفس تتبيلة وطعم السمك. وهنا دلكتهم كلهم كده مع بعض، وهبتدي بقى احط السمك على الصينية. الفتحات اللي في السمك دي كلها هبتدي احشيها بالطريقة دي كده ليمون. وبرضو التتبيلة اللي باقية في الطبق دي انا حطيتها على وش السمكية عشان تديها لون. تمام. والصينية دي انا ما حطيتش فيها ولا نقطة مية. انا كل اللي عملته ان انا غلفتها بالفويل، لان الخضار ده كله هينزل ميته، وانا مش عايزة يعني مش عايزة سمك يعني ما تفكريش تحطي مية وتقولي مش هتستوي او كده، لا ما تخافيش. درجة حرارة الفرن حوالي 180. تعمليها الصاجة، بعد كده الشبكة انتي بتحطي على الشبكة على اول رف في الفرن، وبتغطي الطاجن كده بالفويل بتاعك. لما بنكتم الغطا بالفويل البخار بيسوي السمك ده بيتنفخ كده جوه الفرن، وما بياخدش وقت. والخضار كمان كتير يعني، الجزر وفي الحاجات دي كلها بتنزل سوائل، فانا ما حطيتش فيه نقطة مية. بالطريقة دي كده، وهقوم قافلاه بالفويل. انا بس دلوقتي كل اللي بعمله ان انا برش رشة بابريكا كده بسيطة. انا بعمل كده بس عشان يديني لون حلو في الشكل لما يطلع من الفرن، ويكون شكله حلو يعني في التقديم. تمام. لكن مش موضوع طعم او نوع تابل اساسي، لا، الموضوع مش كده. انا بس حطيته علشان اللون يعني، مش اكتر. ولو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو واول مرة تتفرجوا عليا وعجبكم الفيديو، انزلوا حطوا لايك واكتبوا لي تعليقاتكم. وده في النهاية شكل الطاجن. هبتدي بقى اغلفه بالفويل، وادخله على اول درجة في الفرن زي ما قلت لكم. وده بقى بعد ما طلع قدمت معاه جرجير وسلطة، وعملت سلطة بابا غنوج. بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، ان شاء الله اجيبها في مرة تانية. السمك المكريل بعد ما بيستوي وتيجي تاكليه بيكون لونه ابيض من جوه، يعني السمكة بتكون بيضة خالص، ما بتكونش لونها احمر زي سمك اللي قلتلكوا عليه اللي هو المكريل الصيني اللي هو المضروب، او اي لون تاني. بعد السوا السمك المكريل بيكون لونه ابيض. انا هفتح معاكم بس جزء كده من السمكة عشان اوريكم لونه عامل ازاي، وتعرفوا تفرقوا ما بين السمك الاصلي او اللي مش اصلي، لان في كذا نوع في السوق. تمام.
البطاطس هنا زي ما انتم شايفين مستوية خالص، كان طعمها خطير. الطاجن ده كان طعمه جميل جدا. يعتبر يعني انا اللي اكلت منه، لان انا كان عندي مش كله بيحب السمك دوت. اهو لون السمك ابيض خالص، وكان طعمه خطير، والطريقة دي جميلة جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم. يا رب يكون فيديو خفيف عليكم. وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة، ومستنية بقى تعليقاتكم. عاوزة اقول لكم ان احلى طريقة اكل للطاجن ده هي رغيفين العيش البلدي. مبحبش اعمل جنبه رز خالص. وما تنسوش بقى تعملوا لايك، واشوفكم على خير. باي باي.